قبل ما نبدأ فيلمنا أحب أعرفك إن ليلو وستيتش ليه 3 أجزاء غير ده. لو عجبك ملخص الفيلم ده وعاوزنا نلخص باقي الأجزاء اكتب لي تحت في الكومنتات. هو بيبدأ الفيلم في مؤسسة حماية المجرة، وبنشوف المجلس وهو بيتهم الدكتور جامبا إنه عمل تجربة جينية غير قانونية، فبيقول لهم الدكتور جامبا ما حصلش، فبيقولوا له أمال إيه ده؟ فبيقول لهم ده 606، ده بقى اللي هيغير تاريخ المجرات كلها. ضد النار، سريع زي الضوء، بيشوف في الضلمة وبيشيل حاجات أتقل منه 3000 مرة. فبتقول القائدة 606 اظهر لينا أي حاجة تبين لنا إن أنت جواك خير. فبيقول لها احم انتم كلكم على راسي. فبتؤمر القائدة يحبسوا الدكتور جامبا ويخلصوا على 606. وفعلا العلماء بياخدوا 606 وبياخدوا عينة من الجينات بتاعته، وبيدخل جانتو وبيقول له احنا هننفيك على نجم خامد، والجهاز خد عينة منك عشان يتبرمج يضرب عليك انت بس. وبيسيبوا جانتو وبيمشي، و606 بيخرج مادة من بقه وبيرميها على واحد من الحراس، والمادة دي بتبقى فيها الجينات بتاعته، وبيتوجه السلاح ناحية الحارس وبيفضل يضرب عليه لحد ما بيدمر السفينة كلها. وقبل ما السفينة تنفجر بياخد 606 سفينة صغيرة وبيهرب بيها، وبتؤمر قائدة المجلس انهم يراقبوه رايح فين. فبيقول لها واحد من الحراس ده راح على كوكب الارض بالظبط جوه جزيرة في وسط المحيط. فبتأمرهم القائدة انهم يجيبوا خبير في الكوكب ده علشان ما تضطرش تدمر الكوكب كله لمجرد انها تجيب 606. ولكن بيجي واحد اسمه العميل بوكلا وبيقول لها الارض دي عليها اهم الكائنات في المجرة ولازم نحافظ عليها عشان التوازن في المجرة يكمل. فبيضطروا يروحوا للدماغ اللي صنعته الدكتور جامبا، واول ما بيشوفهم بيقول لهم هرب مش كده؟ اصلا انا صممته ان محدش في العالم يقدر يوقفه. فبتقول له القائدة عشان كده بقى انت اللي هترجع 606، في المقابل هتتحرر من السجن اللي انت فيه. وجامبا طبعا بيوافق. فبتقرر القائدة تبعت معاه بوكلا عشان يراقبه. وبعد كده بنروح على جزيرة هاواي وبنشوف بنت اسمها ليلو وهي خارجة من المية بسرعة عشان تلحق درس الرقص بتاعها. وفعلا بتوصل وبتبدأ ترقص وسط زمايلها، ولكن ليلو بتكون لسه مبلولة من البحر، عشان كده بتوقع مية في المكان وده بيخلي زمايلها يتزحلقوا، وواحدة منهم بتتريق عليها فبتضربها ليلو وبتعضها. وبعد ما بيخلصوا بتشوفهم ليلو وهم رايحين يلعبوا سوا، وبتكون حزينة جدا لانها ملهاش صحاب والكل شايفها غريبة. وبتتشجع ليلو وبتروح لهم وبتقول لهم ممكن العب معاكم بالعرايس، انا كمان معايا عروسة، اي نعم راسها كبيرة ولكن ماشي الحال. ولان العروسة بيكون شكلها مخيف حبتين فبيسيبوها وبيجروا. في الوقت ده بنشوف ناني وهي رايحة تجيب ليلو ولكن بتكون اتأخرت عليها، فبتروح جري على البيت وفعلا ليلو بتكون هناك، ولكن ما بتقدرش تفتح لناني لانها اتأخرت عليها. فبتقول لها ناني مش وقته، المشرف الاجتماعي زمانه جاي. وفعلا المشرف الاجتماعي بيوصل عشان يقيم الحياة بتاعت ليلو ويشوف ناني قد المسؤولية ولا لا. ولكن اول ما بيدخل بيلاقي الدنيا بايظة خالص، زي ناني اللي بتكون سايبة الاكل على النار. ولما بيسأل ليلو عن حياتها فبتقول له زي الفرن، باكل 4 مرات في اليوم وبتضرب خميس وجمعة وبنام باقي الاسبوع. وبعد ما بتخلص بيروح لناني وبيقول لها كمان 3 ايام هعمل لكم زيارة تاني، لو لقيت الوضع زي ما هو هضطر اخد ليلو منك. وبعد ما بيمشي بتفضل ناني تجري ورا ليلو وبيتخانقوا سوا، وبتقول لها ناني افهمي بقى دول عاوزين ياخدوكي مني. ولكن ليلو بتدخل اوضتها وبتكون متضايقة جدا من اللي حصل. وبعد شوية بتروح لها ناني وبتفهمها انها خايفة يبعدوا عن بعض، وفعلا بتصالحها وبيفضلوا يهزروا سوا لحد ما بيشوفوا حاجة بتقع من السماء، وبتكون ليلو فاكراها نجم. فبتقول لي ناني تخرج بره عشان تتمنى امنية، وبتسمعها ناني من بره وهي بتتمنى ان حد يبقى صاحبها، حد ما يسيبهاش ويمشي ويبقى معاها على طول. وناني بتتأثر جدا من اللي بتسمعه وبتقرر تاني يوم تاخدها وتجيب لها حيوان أليف. وبنعرف ان الحاجة اللي نزلت من السما دي هي السفينة اللي عليها 606. وبيخرج من السفينة وبيمشي في الشارع، ولكن بتيجي عربية على الطريق وبتخبطه، وبتنزل الشباب من العربية وبيلاقوه مغمى عليه، فبيقرروا يودوه لأي محل حيوانات يعالجه ويهتم بيه. وفي تاني يوم بيصحى 606 وبيلاقي نفسه جوه قفص كلاب، وبتكون الكلاب كلها خايفة منه من الحركات اللي عمال يعملها. في الوقت ده بتكون ليلو وناني واقفين في نفس المحل وبيدوروا على حيوان عشان يشتروه، ولكن 606 بيهرب من المحل وبيطلع للشارع، ولكن بيلاقي جامبا في استقباله وبيضرب عليه نار، فما بيكونش قدامه حل غير انه يرجع تاني للمحل. وبتدخل ليلو عشان تنقي الكلب اللي هتشتريه، ولكن بتكون كل الكلاب خايفة من 606. وبيشوف 606 صورة البنت بتحضن كلب، فبيحول نفسه الكلب وبيجري على ليلو وبيحضنها. وبتخرج لناني وبتقول لها انا خلاص لقيت الكلب اللي عايزاه، وكمان سميته ستيتش
ستيتش. فبتقول لها ناني اشمعنى ده يعني؟ فبتقول لها ليلو لاني سمعته وهو بيتكلم جوه، ولكن صاحبة المحل بتقول لها الكلام ده بيحصل في الافلام وبس، وفعلا بيدفعوا الفلوس وبيشتروه. وبيطلع ستيتش بره وبيستغرب جامبا هو ليه ما هربش، وبيكون خلاص هيضرب عليه نار، ولكن بتيجي ليلو وبتحضنه فما بيعرفش جامبا يأذيه. وهم في الطريق بيقابلوا صحاب ليلو وبتحاول ليلو تعتذر لهم، ولكن بيتريقوا عليها تاني وبيتريقوا على شكل ستيتش. فبتدخل ساعتها ستيتش وبياخد العجلة من واحدة منهم وبياخد ليلو وراه وبيجري بيها، وبيروحوا للمطعم اللي شغالة فيه ناني. وبالليل بيعمل ديفيد عرض بالنار ولكن بيفشل وبيولع المكان كله. وبنعرف ان ديفيد ده شغال مع ناني في نفس المطعم وحاول يتكلم معاه كذا مرة، ولكن ناني بتقوله انا ما ينفعش اسيب ليلو لوحدها. ساعتها بيشوف ستيتش اكل على الارض وبيروح عشان ياكله، ولكن ما بيكونش اكل، بيكون فخ من جامبا. ولكن ستيتش بيضربه هو وبوكلا، وناني بتزعق له عشان يسيبهم، ولكن صاحب المطعم بيجي وبيرفض ناني من الشغل. فبتعتذر لها ليلو لان هي وستيتش كانوا السبب في رفضها، ولكن ناني بتقول لها انا كده كده كنت هسيب الشغل ده، وبتعرفها ان هي ملهاش ذنب. وبعدها بيدخل للبيت، واول ما ستيتش بيدخل جوه بيكسر الدنيا كلها. بتشك ناني انه مش كلب اصلا وبتكون عاوزه ترجعه، ولكن بتعرفها ليلو ان احنا عيلته الوحيده، وبتفكرها بكلمه باباها اوهانا ومعناها العيله، ومحدش في العيله بيستغنى عن التاني. واول ما ناني بتسمع الكلام ده بتغير رايها وبتدخل تنام. وبتطلع ليلو وستيتش للاوضه وبتوري له سريره والعروسه بتاعته، ولكن ستيتش بيزقها وبيطلع على سريرها، ولما بتأمره ينزل على سريره بيضربها بالمخده. وبيلاقي ستيتش صوره تحت المخده، واول ما بيمسكها بتزعق له ليلو وبتقول له اياك تلمسها تاني. وبيفضل ستيتش يقطع في الرسومات ويكسر في المكان. في الوقت ده بيكون جامبا بيسأل نفسه يا ترى 606 بيعمل ايه دلوقتي؟ هو اصلا متصمم يكون مدمر ويبوظ كل حاجه بيلمسها. وبنرجع لستيتش اللي لقى كتاب عليه صوره بطه، فبيروح لليلو وبيقول لها ايه ده؟ فبتحكي له ليلو الحكايه وبتقول له ده بط صغير بعيد عن عيلته عشان كده هو زعلان. وفي الصفحه التانيه بيلاقوه عيلته، وساعتها البطه الصغيره بتكون فرحانه جدا عشان رجعت لعيلتها من تاني. فبيتأثر ستيتش جدا وبياخد الكتاب في حضنه وبينام. وتاني يوم بنشوف المشرف الاجتماعي السيد كوبرا وهو بيزور ناني، وبيقول لها انا عارف انك سبت الشغل بتاعك ولازم تلاقي شغل بسرعه عشان تقدري تكملي حياتك مع ليلو. فبيطلع له ستيتش وبيديله بالكتاب في دماغه، بيقول لهم السيد كوبرا في المره اللي جايه تكوني لقيتي شغل والكائن ده يبقى محترم، وبيسيبهم وبيمشي. وفعلا بتنزل ناني عشان تدور على شغل، وليلو وستيتش بيروحوا معاها في كل مكان بتروحوا، ولكن بيبوظوا لها كل حاجه، حتى في اخر شغلانه كانت مقدمه عليها وانها تبقى منقذه على البحر. ولكن ستيتش عشان يبقى كائن طيب بيغني على الشط لحد ما الناس بتبدأ تصوره. وقتها بيضرب الناس وبياكل كل الكاميرات. ساعتها بيجي ديفيد وبيقول لهم ايه رأيكم ننزل المية عشان تفك عن نفسكم؟ وفعلا بينزلوا المية وبيكونوا في منتهى السعادة، ما عدا ستيتش اللي بيكون مفتقد شعور العيلة. ولكن بنشوف جامبا وبوكلا وهم بيراقبوا 606، وبيكون جامبا مستغرب ازاي ستيتش بيقرب من المية وهو الجزيئات بتاعته ما تستحملش المية اصلا، وبيقول اكيد في حاجة غلط. وبيقرر جامبا ينفذ خطتهم وهم في المية، وبينزل جامبا المية وبيقدر ياخد ستيتش، ولكن ستيتش بيخرج وبيمسك في ليلو، وساعتها بيشدهم جامبا هما الاتنين. ولكن بتيجي ناني وبتزق ستيتش وبتنقذ ليلو في اخر لحظة. ولما بتطلع ليلو على الشط بتفضل تدور على ستيتش، بينزل ديفيد وبيطلعه من المية، ولكن المشكلة انهم بيلاقوا السيد كوبرا قدامهم. وبيروح لناني وبيقول لها انت بكده هتعرضي ليلو للخطر، انا عارف انك بتحب اختك جدا ولكن لازم تفكري في مصلحتها حتى لو ده معناه انك تبعدي عنها. وبعد كده بيرجعوا على البيت وبتكون ناني زعلانه جدا من اللي حصل، لكن ليلو بتقول لها اكيد هتلاقي شغل قريب وبتطلب منها ما تزعلش. فبتحضنها ناني وبتفضل تغني، وساعتها ستيتش بيكون باصص عليهم وهو متأثر. ولما بيطلع مع ليلو الأوضة بيشوف الصورة اللي تحت المخدة، وبتقول له ليلو دي صورة لعيلتنا زمان، امال انت فين عيلتك؟ على فكرة انا كنت بسمعك وانت بتعيط بالليل، تلاقيك مفتقدهم جدا. ساعتها ستيتش ما بيردش عليها وبياخد الكتاب اللي فيه القصة وبيسيب ليلو وبيمشي، وبيروح على الغابة وبيفضل يقرأ القصة طول الليل، وبيكون مفتقد العيلة جدا. وبنرجع لبوكلا وجامبا وهم لسه خارجين من المية، وبتتصل بيهم القائدة وبتعرف ان هم لسه ما قبضوش على 606، فبتقول لهم اعتبروا نفسكم مطرودين. فبيفرح جامبا جدا لانه بكده هيمسكوا بطريقته، وبتأمر القائدة كابتن جانتو يروح للأرض ويمسك 606. وبيكون جامبا راح لستيتش وبيقول له انا مش هقبض عليك، ولكن ستيتش بيقول له انا مستني عيلتي. وجامبا انت مالكش عيلة، انا اللي صنعت
قناعتك عشان تدمر وبس. واول ما ستيتش بيسمع الكلام ده بيهرب، وبنشوف ناني وهي بتودع ليلو، ولكن بيجي لها ديفيد وبيقول لها انا لقيت لك شغل في محل قريب من هنا. فبتقول ناني ليلو خدي بالك من نفسك واوعي تفتحي لحد، وبتروح جري هي وديفيد للمحل. وساعتها بيرجع ستيتش تاني ليلو عشان يهرب من جامبا، ولكن جامبا بيجي وبيفضل يضرب نار عليهم، ولكن بوكلا بيكون شايف كل اللي بيحصل وبيجري عشان يوقفه، وبيقول له احنا مش عاوزين نأذي اي حد فيهم. ولكن ليلو بتكون اتصلت بكوبرا وبتقول له في كائنات غريبه في البيت وبيهاجمونا، وبيفضل ستيتش وجامبا يضربوا في بعض لحد ما بيدمروا البيت. وساعتها بتشوف ناني المطافي وهي رايحه للبيت بتاعهم، فبتجري بسرعه على البيت، ولكن بتلاقي كوبرا واخد ليلو في العربيه وماشي، وبتفضل تترجاه انه يسيبها ولكن من غير فايده. ولما ليلو بتلاقيهم بيزعقوا بتنزل من العربيه وبتجري على الغابه، وبتشوف ستيتش ولكن بشكله الطبيعي، وبتعرف ان واحد منهم، ولكن بيكون جانتو وصل وبيحبسهم هما الاتنين جوه ازازه، وبياخدهم في السفينه بتاعته وبيطيروا بيها. ولكن ستيتش بيعرف يهرب، وبكده بيكون جانتو طار بليلو بس. ساعتها بيجي جامبا وبوكلا وبيمسكوا ستيتش، وبتروح لهم ناني وبتترجاهم يرجعوا لها اختها، ولكن بوكلا بيقول لها ما ينفعش لان ده ضد قوانين المجره. فبتفضل ناني تعيط، ولكن ستيتش بيروح لها وبيقول لها اوهانا يعني عيله، والعيله معناها ان محدش بيستغنى عن التاني. وبيقول لجامبا فكني، فبيقول له بتقول ايه يعني بعد كل ده افكك بكل سهوله؟ فبيقول له ايوه، وفعلا بيفكه، وكمان بيديله السفينه اللي جم بيها الارض. ساعتها ليلو بتكون فاكره ان الكل استغنى عنها وسابها لوحدها، ولكن مره واحده بتلاقي السفينه اللي راكب عليها ستيتش، وبيتفاجئ جانتو لما بيلاقي ستيتش قدامه، وبيروح ستيتش ليلو علشان يحررها، ولكن جانتو بيضربه بالاسلحه بتاعته بتوقعه تاني على الارض. وبيقدر ستيتش ياخد عربيه من على الطريق وبيفضل يجري بيها لحد ما بيوصل لبركان، وبيحدد جانتو مكانه وبيضربه بالاسلحه، ولكن بتيجي في العربيه وبتعمل انفجار كبير بتطير ستيتش لفوق. وبيقدر ستيتش يدخل جوه السفينه بتاعت جانتو وبيضربه وبيرميه بره، وبيروح ينقذ ليلو وبيقول لها احنا عيله، والعيله ما بتستغناش عن بعض ابدا. وبعد كده بينزلوا الميه وبيكون معاهم جانتو، وبتوصل قائده المجلس وحراسه، وبترفد بوكلا وجانتو وبتقول لجامبا كل ده بسببك، لو ما كنتش اخترعت 606. فبيقاطعها ستيتش وبيقول لها على اسمه، فبتستغرب جدا انه عرف اساليب الحياه لانه مصمم علشان يدمر وبس. وبيستاذنها ستيتش انه يودع ليلو وناني، وفعلا بتوافق، وبيقول لها ستيتش دول هم عيلتي، انا لقيتهم بنفسي، اي نعم عيله صغيره ولكن طيبه. وبيودعهم ستيتش وبيطلع على السفينه، ولكن ليلو بتروح للقائده وبتقول لها ما ينفعش تاخدوا ستيتش لان اشتريته من محل الحيوانات، وبتوريها العقد، وفعلا بتحرر ستيتش، وعشان قوانين المجلس فبتقرر تنفيه مدى الحياه هنا على كوكب الارض وسط عيلته اللي هتكون تحت حماية اتحاد المجرات الكوني. وبنعرف ان السيد كوبرا تبع مجلس المجرات، وبتسيبهم القائدة وبتمشي، وبنشوف ان ليلو وستيتش وناني وديفيد عايشين مع بعض وبيكونوا كلهم في منتهى السعادة. وهنا بينتهي الفيلم، وزي ما قلت لك ده الجزء الاولاني بس، لو عاوزنا نلخص باقي الاجزاء اكتب لي تحت في الكومنتات، وما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد.